بقى كده يا صباح ملبسه الحته كلها العمه. جوزي في السجن، جوزي في السجن وهو ميت. طب ليه؟ بتخوفيني؟ ده انا بحبك يا بنت. ماشي يا صباح، ما تخافيش يا ست الحته، سرك في بير وديني علمت عليك. الشيشه يا عيب. هنا يا معلم. خد ياما الحته دي بالهنا والشفا. هتروح فين يا ضناي؟ حته ناعمه حلو. لا يا حبيبي خلاص خلاص اتمليت على الاخر يا عينيا. اللي قول لي يا مخلص، اخبار تاشيره العمر ايه يا ابني؟ تمام ياما، كل خير. اعمل لك عمره تفرح القلب. الفندق اللي انا حاجز لك فيه اما كده تفتح الشباك تلاقي الحرم وش على طول. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بيسموها عمره 5 ستار، 5 نجوم يعني. ان شاء الله ترتاحي اخر الراحه. ربنا يخليك. عملت ايه يا حاج في كشف النضاره؟ اسكت، راح كشف يا اخويا وخد الكشف رمى في الدر. ليه كده بس يا حاج؟ ورحت لوحدك ليه؟ ما كنت جيت معاك وخدت الكشف وعملت لك النضاره وقتي. واحنا يا ابني هنفضل نتقل عليك الحمل لحد امتى؟ احتاج جهاز ضغط ارجع الاقيك جايبهولي. حتى مشوار المعاش انت اللي بتقوم بيه. لازمته ايه الكلام ده؟ ما كله من خيركم. ربنا بس يديني الصحه وافضل اخدمكم لاخر يوم في عمري. سفرة دايما يا امه. الله، ما كمل اكلك يا ابني، انت ما اكلتش حاجه. ما كلش حاجه؟ ما هو بالصلاه على النبي خلص طبقه اهو يا ابني. بس انا شبعت يا امه الحمد لله. تسلم ايدك. وانا عملت حاجه؟ دي اللي طبخت سمر مرات اخوك. اللي بالحق هي فين؟ راحت تجيب لك لبس الاحرام يا حاج، تروحي وتجينا بالسلامه. ربنا يخليها ولا يحرمني منها ابدا، ما تفوتش حاجه خالص. طب بعد اذنكم مكالمه شغل. الو يا حاج نبيل. انا الحمد لله. كلمتك كذا مره مشغول، لا التليفون مقفول. انت عامل خاصيه ولا ايه؟ لا ربنا ما يجيب مشاكل. بقول لك ايه، ركز معايا. الموضوع بتاع العمره بتاع الحاج اصرف عنه نظر. لا مفيش مشاكل ولا حاجه، ربنا ما يجيب مشاكل. انت عارف انها كبرت في السن، الواحد يخاف انها تسافر لوحدها. بس امانه عليك، لو قابلتك وسالتك قول لها كله تمام ومساله وقت يعني الورق يخلص. ايوه خلاص انا هبعد عليك. ماشي يلا السلام عليكم. سبحان الله، انت مش حمدت ربنا وقلت ان انت شبعت؟ قاعد ليه لسه؟ ما تقوم تنزل تشوف المكتبه. انا وانت قاعدين هنا بنعمل ايه؟ ما تنزل انت تشوف المصلحه. حاضر قايم اهو. يابا كان من فضل اخويا بعت الشيك ده النهارده. طيب شكرا يا ابني. مالك يا اما بتعاتي ليه على الصبح بس؟ لا ليه ايه؟ فضل ده مش اخوك الكبير وبيبعت لنا فلوس؟ انا بقى مش عايزه فلوس، لا عارفين حاجه عنه ولا بيتكلم ولا اي زياره ولا حاجه. مش عايزه فلوس خالص، انا عايزه اشوف ابني. ان شاء الله هتشوفيه يا اما، ادعي له بس. فضل اخويا في غربه، ادعي له. يا رب. خد يا مخلص يا ابني. معلش يا حبيبي، اي وقت تفضى فيه يبقى اصرفهولي. الشيك مفتوح، ممكن اي حد يصرفه. من عينيا يا حاج. حاضر. اتكل على الله انت بقى. حاضر. يلا يا حبيبي بالسلامه. بقول لك ايه، جيب لي العيال نفسي اشوفهم، ما هم كمان ما بقوش يجوا. حاضر هجيبهم. حاضر. تجيب مين؟ العيال دي مش عندها مدارس ومذاكره. خلي العيال تركز عشان ربنا يصلح حالها، وبعدين يجي يدوش امك. حاضر مش هجيبهم. طب يلا اتكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. يا عم افرد وشك، خلي ربنا يصلح حالنا على الصبح. السلامه يا حبيبي. انا قلت له حاجه اهو، بص بالشبرين اهو. هينزل ينهد في العمال ويبوظ لي الدنيا تحت. معلش يا مخلص استحمله يا ابني عشان خاطري. طبعا يابا، ده اخويا الكبير في عينيا الاثنين. انا خدت الكشف بتاع النضاره. ادعوا لي بقى. ربنا معاك ينور يا لك ابني. طريقك يا ابني. بألف سلامة حبيبي. ربنا يوقف لك ولاد ألف الحلال يا سلامة. حبيبي. الأمم المتحدة تعريفا للمنظمات الإقليمية. النمو في شدة الساعة والطاقة
حضرتك الناتج الوسطي. مؤتمر الناتج الوسطي سان فرانسيسكو. يظهر خدت برد او حاجه. لا الف سلامة عليكي، بس باين عليكي طلبة مجتهدة. كملي كملي. لم يذكر ميثاق الامم المتحده تعريفات للمنظمات الاقليميه. ادخل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اتفضل اقعد. لا ما يصحش يا دكتور، قاعد ازاي وحضرتك موجود؟ يا راجل بطل مناكفه بقى، اقعد. حد الله، سامحني يا دكتور. طب لازم تشرب حاجه. انت قلت لي اسمك ايه؟ مخلص الرشيد يا فندم. انت درست حاجه قبل كده قبل ما تيجي الكليه؟ اه طبعا يا دكتور، حقوق وتجاره، بسلي وقت فراغ يعني حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله عليك. شكلك كده اشترى كتابي. طبعا، امال هقضيها ملازم مستعاره؟ حد الله. ده غير اللي انا يهمني راي حضرتك في المعاملات الماليه اللي حضرتك واخد فيها الدكتوراه مع مرتبه الشرف. وعارف كمان انا خدت رساله الدكتوراه في ايه؟ انا سعيد جدا ان انا قابلت طالب علم زيك. لا مش طالب عادي، طالب مثقف، طالب واعي. دي شهاده اعلى من الليسانس اللي انا واخدها والله. شوف يا مخلص، انت انسان محترم. تصور الطلبه اللي عندي ما بيشتروش كتابي، بيروحوا يشتروا الملازم والمحاضرات المنقوله من المكتبات اللي قدام الجامعه. طلبه اغبياء يا فندم، اكيد اغبياء، عايزين ينجحوا خلاص، مش عايزين يستفادوا من خبره حضرتك الادبيه والعلميه. بس اعتقد ان في حل يا فندم. ايه هو؟ حضرتك الكتاب بتاعك في اخر صفحه يتحط فيه استماره مكتوب فيها اسم الطالب والشعبه المنتسب اليها، وليها كعب كده، اللي هيشتري الكتاب من الطلبه المتفوقين هناخد منه الاستماره. هو ده الطالب اللي ينجح، هو ده الطالب المجتهد، هو ده اللي اشتغل. بس تتنفذ ازاي؟ حضرتك مش شيلش هم، انا هجيب لك الاستمارات وحد الله ما بيني وما بينك. انا مش فاهم الكلام اللي بتقوله. يا دكتور بكره هجيب لك الاستمارات وافهمك. لازم اشوفك بكره ضروري، وتدخل مكتبي في اي وقت. يا فندم ده شرف ليا، ويا ريت حضرتك ما تحرمناش منه. بعد اذنك يا باشا. اتفضل.